مريضة علامات حيوية، مشفى زاو سينغ، شهيد زاو سينغ تابع للهلال الأحمر الكردي. طبعا نحن بمدينة تل تمر عم نواجه صعوبة بعدد الدكاترة بالخاص يعني، وتعرفوا الأدوية كمان غالية، فالناس المستفيدين والمرضى أكثر شيء توجهوا على المشفى لأنه عندنا كل شيء مجاني، فيتوجهوا علينا. وبسبب يعني الوضع المعيشي كثير صعب بالمنطقة وغلاء الأسعار، الصيادلة، الصيدلية، الأدوية بالصيدلية، عندنا كثير أمراض سارية بالصيف، الإسهال بأنواعه، إسهال دموي، إسهال يعني حاد، وحالات التجفاف بين الأطفال، يعني عم نواجه صعوبة كثير بالأدوية كمان، يعني عندنا بسبب الضغط علينا كمان الأدوية، يعني عندنا أدوية تخلص بسرعة. أكثر شيء عندنا بالصيف إنه تنتشر الأمراض، الإسهال أكثر شيء، التسممات، التهاب الأمعاء، كله بسبب الخضرة الملوثة عم ياكلوا، والمياه ملوثة كمان. عندنا بالصيف يعني المي قليلة، يعني عم تعتمد أكثر شيء على الأبيار، يعني لهيك عم يصير عندنا كثير حالات إسهال. صار أكثر من 5 سنوات يعني المياه علوك مقطوعة عندنا، لهيك العالم معتمدة على المياه الصهاريج ومياه الأبيار. الصهاريج عم تجينا مياه ملوثة كثير، ما يروحوا على الكلور ويتبعوا أساليب الصحة، يعني عم يجيبوا فورا من البير على الخزان، والخزان أكثر يعني يكون كله متلوث. العالم ما عم تصفيه، ما عندنا هالتوعية، ما وصلنا لهالتوعية إنه نعقم المي قبل ما نشربها، ناخذها فورا من الصهريج للبراد، لهيك عم تصير عندنا حالات مرض كثير التهاب أمعاء والإسهالات. أول شيء تعقيم المياه، أكثر شيء مياه الصهاريج لازم تنغلى، يعني حسب أساليب الصحة إنه تتعقم، تنغلى وبعدين تتبرد وتنشرب. مثل ما تعرف هلا عندنا يعني موجة حر كثير قوية، نتمنى من الأهالي إنه الأولاد يكونوا جوا البيت، ما يطلعوا للمسا، يعني هلا الجو كثير حار، يعني ضربة شمس، في عندنا حمى، في كثير حمى، الالتهاب كله يصير من الشمس، اكثر الامراض كمان في عندنا من الشمس، مو بس من المياه وهيك شغلات. فنتمنى من الاهالي انه يخلون الاولاد وما يطلعوا بهالفتره الحر، كمان الكبار والصغار نتمنى انه يكونوا جوا البيت، اذا مو لشغلات ضروريه ما يطلعوا برا البيت. عظميه في مكتوب على ورقه بتفضل تصدق، كمان الادويه، كمان في بعض الادويه نحن عندنا المياه العلوق مقطوعة والخابور، يعني بدنا هلا رح تطلع عنا كمان حالات ليشمانيا. نتمنى من الأهالي وقت النوم يبنوا لنا موسيات ويديروا بالهم، يلبسون ثياب أكمام طويلة بالليل، ونوصي أمهات إنه إذا الطفل إجى عليه حرارة وهي بالبيت إنه مكان بعيد تحطوا تحت مي باردة لحتى تقدر، أو تحط شاش تحت القبط بس لحتى تقدر توصلوا على المشفى. أكثر الأمهات عم تاخذ الأمر إنه بشكل طبيعي، إذا الطفل إجى عليه حرارة 4 أو 5 أيام، هذا الحرارة ما يستهين فيها أبداً، يعني تؤدي لحالات وفاة، اختلاجات، إعاقة. نتمنى من الأمهات إنه يكونوا حريصين أكثر شيء من الحرارة، يعني إذا في حرارة معناته في مرض مع الطفل، لهيك عم يجي عليه حرارة، لهيك نطلب من الأمهات كمان يكونوا حريصين أكثر شيء على الحرارة. عندنا المشفى 24 ساعة، يعني نستقبل مرضانين فيها من الساعة 8 للساعة 3، استقبال مرضى داخلية، أطفال، نسائية كمعاينة، بس الحالات الإسعافية والولادات والشغلات الإسعافية 24 ساعة سيارة الإسعاف تحت خدمة الشعب.